عمرك سألت نفسك هو أنا بعمل ليه كل ده؟ وفجأة بيقل انجذابك لأي شيء لمجرد إنك عايز تعرف إيه السبب اللي أنت عايش عشانه؟ إيه الغاية من الحياة؟ روبرت جرينر عاش أكتر من 80 سنة في مدينة بونرز فيني في ولاية إيداهو. أهله ماتوا وسابوه. روبرت راح لبلدة فراي وهو عنده 6 أو 7 سنين تقريبا، وغالبا ما يعرفش اليوم ولا الشهر اللي اتولد فيه، ومحدش كان قال لأبوه ولا أمه ماتوا إزاي وراحوا فين وعمره ما عرف. من أهم الذكريات اللي ما بينساهاش هي العنصرية اللي كانت دايرة في بلده وترحيل عائلات الصينيين من البلد بتاعه. كان بيفكر دايما هو ليه ما حدش بيهتم بالعنصرية والضرب اللي هنا ده. وبيفتكر وهو صغير برضه من الذكريات اللي مش بيقدر ينساها هو الشخص اللي قابله مرمي على الأرض وبيقول له هات لي مية عشان في واحد ضربني في رجلي ومش هعرف أقوم. ساب المدرسة في سن المراهقة وقعد حوالي 20 سنة من غير اتجاه ولا هدف معين عايز يعمله. حس إن مفيش أي حاجة قابلة للاهتمام لحد ما قابل جلاديس أولدين. وفجأة بعد ما كانش بيحضر أي اجتماعات ولا أي مناسبات حب الكنيسة وكان بيحضر أيام كتير، وبعد 3 شهور حبوا بعض وقال لها إنه عايز يتجوزها. مرة واحدة بدأ يحس بغاية وهدف في الحياة، كأنه دايما كان ماشي في الاتجاه الغلط ورجع ومشي مع التيار. وبدأوا يبنوا الكوخ اللي هيتجوزوا فيه، وبدأ روبرت يبني أسرته، ولكن كل ده محتاج فلوس. البيت والأسرة محتاجة دخل، فده خلاه يبعد عن البيت فترة عشان هو كان بيقطع شجر، وبعد كده كان بيشتغل في بناء السكك الحديدية. وفجأة جم شالوا راجل صيني اللي كان شغال معاهم ورموه ومات، وهو بيسأل برضه هو عمل ايه ومحدش بيتكلم، كله ساكت. واللي احنا ما نعرفوش دايما ان السكوت عن الحق ساعات بيكون أسوأ من الفعل نفسه. وفضل ذكريات الحدث ده بتجيله في نومه كل شوية، وبيرجع لأهله بعد شهور من العمل بعيد عنهم عشان يقضي الكواليتي تايم بتاعه. الكواليتي تايم يا جماعة أهم حاجة، مع إني مش بعرف برضه أقضيه بس بحاول. والصيني اللي مات بيظهر لروبرت في الحلم تاني، وبعد كده روبرت بيرجع تاني لشغله اللي هيستمر لشهور. وفي نص الشغل دايما بيكون في حكايات، كل واحد بيتعرف على التاني، اللي بنى بيته من شجرة، واللي مش طايق حد وعايز حبة هدوء، وراجل تاني كل كلامه عن الكتاب المقدس وإيمانه بقى هيفوح منه، ما بيسيبش لحظة وإلا يتكلم عن إزاي ربنا بيديله علامات طول حياته وبينقذه. وغالبا بنلاقي اللي مظهر دينه بشكل اكستريم، بشكل زيادة جدا كده، بيبقى وراه حاجة مخبيها وبيداري عليها بيه. وقد حدث في يوم من الأيام واحد دخل عليهم في وقت البريك وبيقول لهم حد اسمه سام لافينج هنا من نيو مكسيكو، وبالمناسبة هو ده اسم الراجل المتدين. وبيجري مرة واحدة منه والراجل بيطلع مسدسه وبيديله بيه، وبيقول لهم ان الراجل ده قتل اخويا بدم بارد عشان بشرته سودة. عشان كده لازم دايما ناخد بالمعاملة مش بالكلام بس. المعاملة بتبين قد ايه الشخص اللي قدامك ده فعلا بيعمل اللي بيقوله وماشي بيه، ولا بيقوله عشان يغطي على الاعمال اللي هو بيعملها في الخفاء ومحدش يعرف عنها حاجة. وبعد كده الراجل اللي قتله بيمشي وبيقول لهم لو حد عنده مشكلة مع اللي عملته نخلصها دلوقتي. وكان في راجل منهم اسمه ارن بيبلز وهو متخصص في المتفجرات، وبيقول لهم سدوا ودانكم يا جدعان. وبعد كده ما حصلش حاجة ولا حاجة فرقعت وكلهم ضحكوا عليه. وطبعا الراجل ده كان اكبر واحد ودايما بيشتكي من اي حاجة، والكلام اللي الناس الكبيرة بتقوله دايما انتوا جيل بايظ، وانا صغير كنت انا وحاجات من دي بقى. بيحكي دايما عن انجازاته اللي حصلت واللي ما حصلتش ولكن هي في مخيلته بس. وبيجي وقت النوم وصاحبنا بيسأل العجوز سؤال، هل الافعال السيئة اللي احنا بنعملها طول حياتنا بتلاحق صاحبها لحد ما يموت؟ والراجل بيقول له والله ما اعرف، وانا من رأيي عاجلا ام اجلا ايوه الافعال السيئة دي هتلاحقك طول ما انت عايش، طول ما هي متعلقة بأذية الناس او بأذية اي كائن. وليا تجارب لاصدقاء واصحاب كتير جدا كانوا من الناس اللي في المدرسه، العيال اللي هي مؤذيه وبتتنمر على خلق الله وطول الوقت مفكرين نفسهم مفيش منهم. اما كبرت وشفت كل واحد فعلا منهم في حاله فعلا ما تسرش الواحد. شوف حتى لو انت صغير وبتأذي، اما بتكبر برضه الافعال السيئه هتطردك. نرجع تاني للفيلم. بيقولوا ان اللي كان بيقطع شجر ده كان دايما بيبقى عارف اتجاه السقوط بتاع الشجره بنسبه 99%، ولكن ال1% لو حصل وتوقعوا غلط للاسف بيكون هناك ضحايا. وفعلا في 3 بيموتوا هنا اثناء الشغل وبيدفنوهم بسبب انهم غلطوا في توقعهم لاتجاه سقوط الشجره. وبيرجع صاحبنا للبيت وبيشوف بنته اللي كبرت وبيحاول يدور على شغل جنب البيت عشان ما يبعدش عن اهله. وبيمشي تاني صاحبنا روبرت عشان الفلوس اللي كان بياخدها ما كانتش بتكفي، وبيروح بعيد عن اهله وبيبدا في تقطيع الاشجار. وبيحكي مع الراجل العجوز وبيقول له ان عيلتي وحشتني جدا. صاحبنا بقت عيلته هي غايته في الحياه بعد ما كان مفيش غايه للحياه ولا كان ليها هدف. ولكن سؤال بساله لنفسي دايما، هل لو العيله غايه او هدفك في الحياه بس ده شيء جميل، ولا المفروض تلاقي غايتك ورسالتك في الحياه بنفسك وما تخليش العيله هي الهدف والغايه الوحيده؟ وبعد كده الراجل العجوز بيقع عليه جذع شجره وبقى بينسى
كل حاجه وبيجيله هلاوس لحد ما ربنا افتكره. وبيرجع صاحبنا لبيته وبيلاقي ان المكان كله بيولع، والبيت بتاعه اللي موجود فيه عيلته ولع، وراح يدور طبعا على مراته وبنته، وفضل قاعد يوم كامل مش قادر يتحرك ولا يفكر، ومستني مراته وبنته يجوا. وبيظهر له الراجل الصيني اللي اتقتل قدامه، وروبرت بيكلمه بيقول له مش كفايه كده، وبيجي له الراجل اللي كان شغال معاه في المدينه وبيجيب له اكل وبيمشي تاني يوم. روبرت بيرجع وبيلاقي كلاب عنده في المكان اللي هو فيه، فبياخدهم ويربيهم واي حاجه تسليه. عدت سنين وهو مستني، بس المره دي لاول مره روبرت ما كانش عارف هو مستني ايه. بيرجع روبرت لشغله تاني وبيلاقي الشغل اتغير خالص، وبقوا بيستخدموا آلات متطوره. روبرت حس انه بقى ضعيف جدا، وبيقابل واحد من اصحابه القدام ولكن هو اكبر منه، وبيقول له انت مش فاكرني؟ وفاكر ارن، وارن ده بالمناسبه الراجل العجوز اللي مات. وبيقول له طبعا، بيقول له طبعا هو اخباره ايه؟ ما شفتوش من سنه. وبيعرف روبرت ان صاحبه عنده زهايمر وبقى بينسى، وبيشوف نفسه في المستقبل كانه هو، وبيزعل. ورجع صاحبنا واشترى عربيه كار واشتغل عليها بيوصل الناس، وبيقابل ميس تومسون اللي بيوصلها لنقطه المراقبه بتاعتها. تومسون كان بتعمل كممرضه في الحرب العالميه الاولى، وعينتها امريكا لاداره ومراقبه قطع الاشجار. وصاحبنا بيرجع لبيته وينام ويصحى على كوابيس ويتخيل مراته في البيت. وبيرجع روبرت المكان المراقبه تاني اللي شغاله فيه تومسون، وبيتكلموا شويه، وبعد كده يروح تاني وبيسمع حاجه غريبه بره. بيلاقي بنت رجلها مكسوره وبيدخلها بسرعه وبيعمل لها شويه اسعافات عشان ينقذها، وبيقول لها كيتي حبيبتي انت رجعتي. وبيصحى الصبح ما بيلاقيهاش، وبتطلع دي برضه كلها تهيؤات، لان حتى لو مش دي كيتي بنته او واحده تانيه مش هتعرف تتحرك من مكانها بسبب الكسر. وفي السنين الاخيره راح لمدينه سبوكن عشان يعيش فيها، وكان برضه تحس انه بيدور على حاجه هو مش عارفها. وبيشوف التلفزيون لاول مره، وبيروح بعدها يتفرج على عرض مسرحي وبيعيط. وبعدها بيشوف نفسه في المرايه لاول مره من 10 سنين، وبيشوف هو كبر قد ايه. وفي مشهد اخير روبرت كانه فهم الحكايه والرساله من حياته، فهم انه مش منفصل عن الاشخاص اللي كان بيقابلهم في طريق حياته، بل هو كان مرتبط بكل شخص وكل شيء هو مر بيه. هو مرتبط بالطبيعه. وسنه 1968 مات روبرت وهو ما اشتراش سلاح ولا اتكلم في تليفون ولا يعرف ابوه وامه مين ولا ساب ورثه ليه. هو ممكن الانسان يعيش وما يحققش حاجه خالص زي روبرت؟ وهل روبرت فعلا ما حققش حاجه او ما نجحش في حاجه؟ وايه هو مقياس النجاح اصلا في الحياه؟